السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج معلومة في كبسولة. أنا دكتور محمد بسيس، وحلقة النهاردة هي الحلقة رقم 98 من البرنامج. عايزينكم تدعمونا وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتشيروا عشان نوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفاد. حلقة النهاردة هنعتبرها حلقة تحذيرية. في دقيقتين كده هنتكلم عن نوع مخدر. جات لي حالة في الصيدلية أول امبارح كانت متعاطية هذا المخدر. كانت الحالة صعبة ومش بإيدي ان انا اتعامل معاها. انا قدرت اظبط الضغط وضربات القلب، ولكن برضو مش تخصصي ان اتعامل مع سموم، فبعتها الدمرداش، مستشفى الدمرداش مركز السموم، عشان هم يتعاملوا معاها. حلقة النهارده هنتكلم عن مخدر اسمه الايس او الشابو. ناس كتير سمعت عنه، بس انا حبيت اعمل عنه حلقة مخصوص كده عشان برضو ندي توعية للشباب وللناس يخلوا بالهم من حاجة زي كده. ايه هو مخدر او منشط الشابو او الايس؟ هو نوع من انواع المخدرات اللي لها تأثير قوي، وبيطلق عليه كذا اسم، منهم الايس او الشابو او كريستال او الميس كريستال، نتيجة ان هو مشتق من المنشط القوي جدا اللي هو الميس امفيتامين. المخدر ده بيبقى موجود على شكل مسحوق او على شكل بلورات بيتم حقنها او شمها او تدخينها. انا بحب اوضح برضو الكلام ده عشان الناس تبقى عندها خلفية او فكرة عن المخدر ده وايه اللي بيحصل، يعني رؤية شاملة من جميع الاتجاهات برضو عشان نوضح الصورة كاملة. في دكتورة اسمها نيكول لي، أستاذ بالمعهد الوطني لبحوث المخدرات في جامعة كورتين في استراليا، بتقول إن سرعة شعور الشخص متعاطي الأيس بالأعراض بتاعته أو بالأحاسيس اللي هو بيحسها بتعتمد على طريقة التعاطي. يعني هو زي ما قلنا، هو مدخنها ولا شاممها ولا ايا يكن الطريقه اللي هو بياخدها بيها. المهم ان مفعول المخدر ده بيبدا في حوالي 20 دقيقه، وبيدي طاقه كبيره جدا للجسم، لانه بيزود هرمون الدوبامين حوالي 1000 مره عن الطبيعي. ودي مصيبه، كارثه. ليه؟ لان انت بتستنزف مخزون الجسم من الهرمون ده. طبعا الاستهلاك العالي جدا ده من هرمون الدوبامين بيدخل الشخص في حاله اكتئاب حاد جدا. ايه الاعراض اللي ممكن تظهر على شخص متعاطي الايس او الشابو ده؟ سرعه في ضربات القلب كانت بتعدي ال 160 دقه في الدقيقه، ان صعوبه شديده جدا في التنفس، بيحصل المريض ما بيبقاش قادر ياخد نفسه، بتحس ان هو خلاص بيطلع في الروح، وانخفاض في الشهيه، وبيبقى برضه في زياده في الرغبه الجنسيه، بيسبب في صداع شديد جدا، عدم قدره على التركيز، المريض بيبقى شايف اللي حواليه ضباب، ما بيبقاش شايف كويس. وبعد تعاطي المخدر الشخص ممكن يقعد يومين ما يجيلوش نوم خالص، ما بيبقاش قادر ينام، أرق فظيع. لو الشخص استمر في تعاطي المخدر ده بيتحول لشخص عدواني جدا، وساعات ممكن يجيله نوبات من الصرع الشديد. الدكتورة نيكول لي اللي احنا قلنا اسمها، كانت في التقرير بتاعها اللي كتبته قالت ان المخدر ده من اشد المخدرات اللي بيبقى سهل ان الشخص يدمنها، ومن اصعب انواع المخدرات اللي الشخص يقدر يتخلص منها. بكده انا وصلت نهايه الفيديو. انا عملت الفيديو ده زي ما قلت كده كفيديو تحذير، الناس تشاركه عشان يعني الناس تستفاد منه ونحذر الشباب. ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. اشوفكم في حلقه جديده من برنامج معلومه في كبسوله. كان معكم دكتور محمد بسيس، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.